هلو كيكاتي، شلونكم؟ اليوم حنسوي الجناش الأبيض بالزبدة. عندي هنا 500 غرام من الشوكولا البيضة مقطعتها بهذا الشكل، وهنا ضفت عليها 200 غرام من الزبدة. الزبدة ضروري تكون يعني مو مملحة. هنا هسه شنو حذوبهم بالمايكروويف، أو إذا ما متوفر على حمام مائي إلى أن الشوكولا تذوب والزبدة تذوب. شوفوا هنا بعد ما ذوبتهم، طبعا أنا حولتها بهاي الكاسة، ذوبتهم هنا. نخلطهم كل زين إلى أن قطع الشوكولا كلها تذوب وتتلابس الزبدة ويا الشوكولا. هسه هنا شنو نتركها بحرارة الغرفة إلى أن قوامها ما يكون هيج سائل كلش، وبعدها نغلف بيها الكيكة تغليف عادي. هسه عندي هاي الكيكة قياس 15 وارتفاعها تقريبا 17. هسه نغلفها بهذا الجناش الأبيض. هنا نخلطها كل زين. هنا هسه بالبداية أصب هيجي قليل فوق الكيكة، وبعدها بدي أغلفها هيجي مجرد تغليف بسيط بس حتى نغلف هاي فتات الكيك. طبعا ضروري بالبداية تساووها بالسكينة إذا كانت يعني ما متساوية حتى يسهل عليكم التغليف. شوف بس أنا بس حغلف هاي الطبقة خفيفة وأرجعها بالثلاجة شوية بس الجناش يتماسك على الكيكة، ونبدأ نغلفها الطبقة الثانية. نعم. بس أنا بعد ما صارت بهذا الشكل أخليها بالثلاجة إلى أن الجناش يتماسك. هنا هسه طلعتها من الثلاجة وراح أرجع أصب من الجناش. ونسوي نفس الطريقة. هنا هسه أخلي جناش وأعدل بهذه الشفرة. شوفوا هيجي إلى أن يكون متساوي. هذا الزايد أخذه وأخليه بالأماكن الفارغة وأرجع أعدل. شوف شلون إلى أن يصير متساوي. هنا بس إذا جامد نسوي هاي الطريقة. هسه أكمل هاي الكيكة بنفس الطريقة حتى ما يكون الفيديو طويل عليكم. شفتوا طريقتها شلون كلش سهلة، والأفضل يعني
أسهل لكم تسوون هيك جزء جزء إلى أن تكمل الكيكة. هسه هنا بعد ما كملت تغليفها بقت بس هاي الحافة، بعد ما تجمد كلش نشيلها بالسكينة. أنا مشوفتكم بالفيديو السابق. هنا كملت هالكيكة والحافة مالتها عدلتها وهيك صار شكلها. وأتمنى استفادتوا من هذا الفيديو وهذا القناش. طريقته كلش سهلة وطعمه هم طيب. ومع السلامة.